في رحاب الفن التشكيلي برز اسم الفنان ثروة البحر كأحد أعمدة الإبداع البصري الذي نسج بريشته عوالم تتأرجح بين الحلم والواقع وبين الذاكرة والرمز. ولد في 16 من فبراير من عام 1944 وتخرج من القسم الحر بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ليبدأ مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود مزج فيها بين التشكيل والشعر والنقد. كانت طفولة التشكيلي ثروة البحر مليئة بالفرص التي أظهرت موهبته وحبه الشديد للرسم بوجه خاص وللفن بوجه عام. وأنا فاكر حتى كان سني 7 سنين بعد ما اتعرفت على مجلة سندباد وبيكار وبتاع، وعرفت إن طريق الفن قعدت أتحايل عليه يجيب لي كراس رسم، وأول حاجة رسمتها خلصت الكراس في يوميها وقلت أعمل معرض. وكان بقى في يعني بصفته راجل متحرر وشاعر فضى الصالون، وعملت لزقت الصور كلها على الحيطة وجاب أصحابه وقص شريط وشغلان. يعني أنا كنت محظوظ إن في حد يراعي وأنا طفل. كان ممكن يا ابني إيه ترسم إيه، بلاش كلام فارغ. الطبق بتاع الصيني بتاع الفتة اللي هو الكبير اللي بتاع جهاز أمي كان فيه مرسوم عليه رسومات نقلتها. ما كنا صغيرين بنلاقي أي حاجة مجلة المصور نازل لوحة ننقل، وده عادي يعني. لعب الحظ دورا كبيرا في مسيرة الفنان ثروة البحر، فقد أتيحت له الفرصة في بداياته كي يقيم معرضا مع الفنان الكبير حسين بيكار، والذي أصبح فيما بعد من أصدقائه. من المصادفات الغريبة أن نقلت لوحة واكتشفت أن هي البيكار. وفي نهاية المعارض بقى في القاهرة كان آخر معرض، هو طلب مني أعمل معرض معاه وعملنا معرض سوا. إزاي أنا وأنا طفل اتعلمت الرسم على لوحة هو راسمها، وبعدين بعد وقت هو يقول لي نعمل معرض سوا. وكان راجل جميل. أول ما دخل معرضي سنة 70 بص لي كده قال لي أنت برج الدلو. هو برج الدلو كمان، فبقينا نعرف بعض بالأبراج. من أجمل إبداعات بيكار هي مجلة السندباد التي تربى عليها أجيال وأجيال. ويروي بيكار عن شخصيته السندباد لنتحدث عن الشخصية المعنوية، لقد كان محمد سعيد العريان صاحب الفكرة وصدر مجلة للأطفال اسمها السندباد، بمعنى أن يكون بطل المجلة رحالة يجوب العالم كله، مما يعني أن تجوب المجلة وترحل في أجواء مختلفة وثقافات متنوعة. وما دام السندباد رحالة فمن اللازم أن يكون شكله وزيه وأدواته عربية شرقية. يعني أول محطة في مع العدد رقم 7 من سندباد، وده علاقتي بالأستاذ بيكار. دي فتحت قدامي المجال إن الفن ليس لي طريق غيره. ونشأت علاقة بينا كمان بعد كده لما عملت أول معرض في القاهرة، رحب بيا جدا. واستمرت العلاقة بقى في كل المعارض. كان أول معرض ليا في القاهرة سنة 70 وعرضت حوالي 100 لوحة
في قاعة باب اللوق. كانت قبل كده قاعة اللي هي وزارة الثقافة الرئيسية اللي بيعملوا فيها المعرض القومي. مليت الصالة كلها. يعرف البحر بأسلوبه الفريد في ترجمة الأفكار بالألوان، حيث تتسم أعماله بالسلاسة وجمال التعبير، معتمداً على الرماديات والظلال التي تمنح لوحاته عمقاً تأملياً. تتكرر في أعماله رموز مثل الأهرامات وأشجار النخيل والمناظر الطبيعية، مما يعكس ارتباطه العميق بالهوية المصرية. حكاية الروحانيات بقيت أرسم غيبا، أرسم الوجوه غيبا، وكانوا بيستعجبوا الأساتذة الكلية إن أنا أرسم الشخص يقول لك هو ده. طب إزاي ده؟ نوع من التخاطب بطريقة أخرى سحرية، الله أعلم. لكن إزاي ترسم الشخص غيبا؟ ما هو ده زي ما بتاع الواحد بيقعد يكتب غيبا. هو حد بيملك الكلمة، ده هي بتترسم مع بعضها زي الشعر. تجلت موهبته في أكثر من 30 معرضاً محلياً ودولياً، حيث كانت الأهرامات برمزيتها الخالدة محوراً متكرراً في أعماله. أنا فنان عصام، الموهبة والعمل، وما فيش واحد موهوب 100% إلا اللي هو بقى في الخط العربي، لأن ده حاجة إلهية زي النحل. سدس البيوت، هو النحل يعني بيسدس إزاي بالنظام ده. فموهبة 30% وعمل 70% يبقى 100. لكن لازم كده. سيف وانلي فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية عام 1906. عمل أستاذاً لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها عام 1957. كذلك عمل فنياً بقصور الثقافة بالإسكندرية، كما كان رئيساً للجمعية الأهلية للفنون الجميلة. ويعتبر هو وأخوه الأصغر أدهم وانلي من أشهر الفنانين التشكيليين في مصر. وكان مرسمهما مزاراً للفنانين والمثقفين لأكثر من 40 عاماً، حتى بعد وفاة أدهم واستمرار سيف في مسيرته الفنية. سيف وانلي فنان روحاني، وأنا علاقتي بيه كده، لأن أول معرض في حياتي أشوفه معرض يعني ما كانش عندنا هنا متاحف. كان معرض له سنة 60 في متحف الفنون الجميلة. انبهرت بيه وقابلته بقى، راجل جميل، وابتديت أعرف إزاي أتواصل معاه تواصل روحاني. وكان سيف يقول لي أنا موسيقي وقيثارات الألوان، لأن الألوان بتحط أحمر وأصفر، بيبقى فيه لون برتقاني مش موجود، بس موجود في عينك أنت. هو حبيته جدا لأنه فنان جميل واسكندراني، وهو عامل زي المينا. هو كان بيشتغل في المينا هو وأدهم. المينا دي بتستقبل جميع المدارس وجميع البضائع. هو كان عامل زي كده، رسم في جميع التكعيبي والتجريدي
وهو ابتكر حاجات خاصة بيه يعني. فهو معدة هاضمة لكل ما يأتي من الخارج، والفنان معدة هاضمة لكل ما يشوفه من جمال في الطبيعة وفي الناس. أنا لوحدي مدارس كتيرة، مش غرور ولا حاجة، هي طبيعتي كده. كل لوحة غير التاني، وكل لوحة سك. وأما عرضت في مصر كان حضر المعرض شادي عبد السلام، قال لي أنت إيه الحكاية دي؟ أنت كل لوحة طريقة فنان. أهم موقع كان لما رحت معهد الألماني، طلبوا منا أدير نشاط ثقافي هناك. فعملت جاليري فكر وفن بالمعهد الألماني في اسكندرية، واستمريت في العمل يعني ربع قرن. عملت 400 معرض و1000 محاضرة ما بين مصر وألمانيا، يعني ألمان ومصريين. فعملت معارض لكل المصريين تقريبا، بدءا من كامل مصطفى لغاية حامد ندى وسيف وانلي عملت له أكثر من معرض. عملت معارض كتير، ودي خبرات وعلاقات. يعني معهد جوتا في اسكندرية خد أحسن معهد من ضمن معاهد جوتا في العالم، وهم 130 معهد. ده إنجاز يعني مهم، وبناء عليه أستاذ فاروق حسني رشحني أمسك متحف الفن الحديث بالقاهرة. كانت تجربة يعني مهمة، يعني حبيت أعمل حاجة هناك. عملنا بيناليات ومعارض كتيرة وترينالي وحاجات، وتعرفت بناس كتيرة في القاهرة، ويعني الحال ماشي. رحلتي كانت سنة 69 لألمانيا. دي من الخطوات المهمة، لأن كنت عملت معارض المؤسسة الصناعات المعدنية، المعارض القاهرة واسكندرية الدولية اللي هي معرض الصناعة الزراعي. كسبت مبلغ سنة 70 كان 1200 جنيه، وده كان حالة يعني. في واحد من الشطار قال لي بص هات لك كيلو ونص دهب ونام عليهم وانساهم. بس انا ما عملتش كده، سافرت اوروبا بقى عشان اعلم نفسي واتفرج على العالم. احنا كان ينقصنا الانفتاح على العالم. فقابلت من اسكندريه لغايه هولندا في حاجات كتيره بتعدي علينا. احنا كنا منغلقين على العالم. كنا راكب الترام في هولندا اول صدمه يعني، ببص من الترام كده لقيت عربية سوداء جميلة بتلمع. بصيت مين دول؟ وعليها العلم، الملك والملكة واقفين في الإشارة حمراء. كانت تجربة مهمة. احنا كانت علاقتنا بالعالم ضعيفة يعني، مش عارفين ايه اللي بيجرى بره. تشاركنا عشان أنا يعني
كانت ثقافة ألمانية. ف يعني طبعا كان في إضافات مشاركة في حاجات كتير. وطبعا الثقافة الألمانية برضو حاجة عظيمة يعني في كل المجالات، الأدب والفن وكده. فكنا بنسافر وبنروح المتاحف والمعارض لا كنا مشتركين يعني في حاجات كتير. حاز البحر على عدة جوائز تقديرية لإسهاماته، منها الجائزة الأولى في التصوير من البينالي العربي 11 في الكويت عام 1989، كما شارك في أكثر من 30 معرضاً محلياً ودولياً، وعرضت أعماله في ألمانيا وإيطاليا، مما يعكس تقديراً دولياً لفنه. اترشحت البينالي فينيسيا وسنة 80 تقريبا، وعرضت اللوحة اللي على غلاف الكتاب دي المومياء، وفوجئت بالحفاوة كبيرة هناك. والأكاديمية الإيطالية في بارما لما شافت الشغل منحتني دبلوم الأكاديمية وميدالية الشرف الذهبية في سنة 81، وبعت ده للأستاذ كمال ملاخ ونشرها في الأهرام. وكنت واخد الجائزة الأولى في بينالي اسكندرية في نفس السنة. دي كانت مرحلة يعني. لما خد أول جايزة في حياته كنا إحنا لسه متجوزين، وخد الجايزة الأولى في بينالي دول البحر الأبيض المتوسط في اسكندرية. وكان أيامها بقى دول يعني كتير وأقوية جدا في الفن، أسبانيا وإيطاليا وفرنسا. فلما هو خد الجايزة الأولى الحقيقة كنت حاسة بفخر جامد وكانت سعادة، وكانت دي بقى بداية الانطلاق. أعمال البحر إجمالاً تكشف تأثرها الواضح بريشة أبيه الروحي الفنان الراحل سيف وانلي ابن الإسكندرية أيضاً، فجمعهما نفس الميناء وزرقة البحر ذاته. ولا تقف ريشة أو قلم البحر عند فصل بعينه أو زمن محدد، فخياله دائم الطواف، يقرأ الماضي ليفسر به الحاضر، ومن كليهما يستقرأ المستقبل. يعني الحمد لله لم يكن هناك تحديات، لأنه الفنان لما يولد فنانا فما بيبقاش فيه مشكلة. هو يعني مكتوب له كل الخطوات، ويلاقي صعوبات زي اللي أنا قابلتها كده تفتح عنده سكك، اللي هي دي أهم صعوبة، لأن أنا أشول. كنت بستخدم ايدي الشمال، فدلوقتي بكتب بيها وارسم بيها، فدلوقتي بكتب على الموبايل بالصبع ده بس. وده علاقتي
بالعالم يعني دلوقتي للأسف. أصعب لحظة طبعا لما هو تعب وتوقف عن الرسم، لأن الرسم هو حياته. فدي يعني كانت أصعب لحظات واجهتنا، لكن لازم نرضى باللي قسمه ربنا. وهو بيكتب دلوقتي، بيقرأ شوية، الحمد لله. لم تقتصر إبداعات البحر على الفن التشكيلي فحسب، بل امتدت لعالم الشعر والأدب، وقد أصدر ديوان أشعار بعنوان أحاديث عائلية عام 1972. كذلك أصدر كتاباً في الشعر والأدب والفن بعنوان الناس والصحراء، ومقالات في النقد عام 1994. واستمتعت في الجاليري هنا بإن عملت مرسم ونادي الآثار، وكله شباب وفريق موسيقى ومسرح وكده. الشباب هم المستقبل على طول ببساطة يعني. أجمل حاجة في مصر. وتعلمت إن أنا ما أعجزش، بس طبعا الظروف هي اللي أقوى يعني، الظروف الصحية. فتعلمت منهم ازاي ما روحك ما تعجزش، لانهم الشباب، وانا كنت منفلت برضه كويس يعني، كنت شاب صحيح مغامر وكويس الحمد لله. لم يكن مجرد فنان، بل هو شاعر اللون الذي حول اللوحة إلى مرآة تعكس الروح المصرية بكل تجلياتها، ليظل اسمه محفوراً في ذاكرة الفن العربي كأحد رواده المبدعين. ما فيش فن بيطلع من جوع. الفن عملية بعد الشبع يعني، واحد مرتاح كده بيفكر في أشياء أعلى من المعدة والاحتياجات. يعني الفن هو مش رفاهية، هو رهافة يعني الفن بينشأ بعد ما الواحد بيكون متخلص من الاحتياج، لكن الفن مرتبط بالرخاء في العصور كلها. عندنا هنا في العصر العباسي وفي العصر الفاطمي كان في فن، وكان في فن في الستينات
لأنه يعتمد على روح المجتمع. في سنة 73 لما عبروا القناة والحرب دي، لم تكن في مصر كلها وهم ناس غلابة حادثة سرقة أو حادثة قتل أو أي حادثة أو جريمة، روح المجتمع كانت في السماء. فهذا هو المقصود من روح المجتمع. لم أكن على علم بوجهة محدودة أو مكان أو طريق. كنت أحاول الاتصال بأحد الفنانين القدامى، لا أعلم الزمن بدقة لكنه ليس بعيدا، وربما في أوائل هذا القرن، وكان الكيان الذي استشعره أنني أحلم أو أنني روح فقط تسبح بحرية في الزمن. إمضاء ثروة البحر.